السلام عليكم، بونسوار توس، مرحبا بكم في ماشين يوتيوب. بسم الله. 3 كيلات سميد متوسط، انا كيلت بالكيله هذه تاع 100 مليلتر. نتوما اي كيله تحبوا ديروها، تحبوا تكيلو بالطاوه ولا تكيلو بالطبسي ولا حتى بالكيس. راح نزيدوها كيله تاع سمن يكون ذايب وبارد ومخلط مع الزبده ذاني ذايبه وبارده والزيت. خمسة غرام لباني، ربع مغرفة كبيرة تاع ملح هكذا باش ما تجيش من بعد مسوس. نشتا رايحين نعزلوه. نبدا نرمل فيه 2 مينيت. رايحين نشوفوا باللي هذوك الحبيبات تاع السميد وين يروحوا كيفاش كي تحسهم متندي وكي تحسهم ما يبقاوش هكذاك واقفين كيما في الدوبي. ومن بعد جوست ما يتشكل معاكم هذه الكرافليه تعرفوها باللي راهي صالحه. لكن ما تشكلتش معاكم كملوا خلطوا. تقدروا ثاني تحكوه ما بين يديكم هكذا باش كما قلنا يعاود هذيك الزبده والزيت والسمن تطلق هذيك ليدام تاعها، وهي اللي راح تخلي السميد تاعكم يولي طري ما يبقاش يابس كما قلنا. رايحين نغطيوه ونخليوه ما بين 4 سوايع حتى الليله كامله، ومن الافضل انكم تخليوه يبات. انا كما شفتوا درت 300 غرام تاع سميد، راح ندير لها 250 غرام تاع غرس. بعد ما فورته مرتين، فورته المره الاولى وبرد وزدت عيوته فورته المره الثانيه وبرد، هاني جبته درت له رشه تاع قرفه حوالي مغرفه صغيره، مغرفه كبيره تاع زبده وشويه تاع جنجلانيه اللي ما تكونش محمصه. راح نعجنه شويه حتى تفوت هذيك الزبده ماره، ونبدا نزيد في الماء ماكسيموم مغرفه كبيره، هي اللي راح تخلي الغرس تاعكم من بعد يقعد طري والقشطه هكذا يطول ما يبش معكم. وحتى كي نجيو من بعد نشكلوا المقروط تاعنا كيما شكلناه راح يتشكل ما يقعدش يابس. بعد مرور ليلة كاملة راح نخلط معها كيلة مخلطة ما بين الماء ومزهر، يعني نفس الكيلة اللي كينا بها في الدوبي راح نكملوا بها حتى لافا، نزيدوها بشوية ونعجنوا. ومش تعجنوها عجين تاع كسرة باش ما يجيش من بعد معاكم يابس، نو جيست ما تفوتوه باطراف الاصابع، هذا مكان. كاين سميد اللي يشربها لكم ثمثم، كاين اللي كيما هذا ما يشربهاش. لضوها الجنب تاع القصعه خليوها حتى تنشف ماكسيموم واحد ربع ساعه هكذا وخلاص. دوكا نجيو للغرس تاعنا اللي كنا ثاني درناه بليله من قبل مع السميد هذاك. دوكا نديروها على شكل ديبودا كما راه موضح في لا فيديو. وماذا بكم ما ترقوهش بزاف، خليوه شويه خشين باش يجي من بعد المقروط قد العجين، ماشي العجين بزاف والمقروط تلقيه زاغبه. بعد ما نشوف العجين تاعنا وهذه لا تكستير تاعو، نجيو نشكلوه ديبودا يكونوا شويه هكذا كبار، نحطوا فيهم الغرس، نحلوه بالطريقه هذه ونحطوا الغرس اللي قلنا ما ترقوهش بزاف. وبيان سور راهي الطريقه موضحه في الفيديو. انا راح ندير هذا تاع المقروط، نقطع بالكوباس ونعاود نريق ليه منا ومنا ونقطع بالحبه. حاولوا انكم تعدلوها
وتنقشوها بالنقاش، يعني تتبعوا هذوك الخطوط بالنقاش. بالنسبه للبنات اللي ما يعرفوش ينقشوا، نقول لهم ماشي تاخذ فيها خطيف، خاطرك هكذاك راح يطير معك العجين. دونك النقاش ما تحليهش كي تكوني تنقشي. راني راح ندير لكم معاكم 2 حبات ولا 3 باش تفهموني. الحبيات كي تحطوهم في البلاطو لازم تلصقوهم في بعضهم باش من بعد الغرس ما يسحركش معاكم. وكي تشوفوا باللي الحبه كي حطيتوها عويجت، عاودوا ريقلوها بالكوبات، واللي تشوفوها ثاني هكذا تحركت عاودوا اعدلوها ثاني بالنقاش. هذا هو المول تاع المقروط، نسيت ما نعدتلكمش في الدوبي، وهذا النقاش اللي درت بيه. في لوطون هذا لازم تكون الفور تاعكم شاعل على درجة حرارة 200 درجة مئوية. نطيبوه ملسع حتى يحمر، ونزيدو نشعلو له من الفوق ثاني حتى يدي هذيك لا كولور دوري الباهية. لهنا جيست مع خرجتهم من الفور، راني كبيت عليهم العسل اللي يكون بارد، وانا استعملت هذاك اللي يكون مشري مش اللي يكون طايب في الدار. لا كونسيتي هذيك اللي درتها تاع 3 كيسان صغار راهي دارت لي 15 حبه قد. هذه الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم اللي كانت مقروط الكوشة بالنقاش، شكل باهي مرمل ومعسل حتى للقلب، بيان سور مع جميع الأزهار تاع النجاح تاعو، والطريقة خطوة كانت بخطوة. الوصفة كما شفتوها كانت بالطريقة التقليدية وبسميد برك، ما فيها حتى إضافات. توجور لكن عجبتكم لاشين تاعي ما تنساوش تخليو لي جيم هكذا باش تطلع هاد لا فيديو ما تبقاش غير عندكم نتوما. على بالي بلي مش راح تبخلوني، تابونيو تكليكيو زر الجرس باش ما تراطيو حتى حاجه جديده، وتبارطاجيو مع الحباب ولا فامي. بارك الله فيكم.